السلام عليكم، اهلا بيكم في صفا كيتشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حبه باميه جميله جدا هتاكلوا صوابعكم وراها. معايا هنا الماده الدهنيه سمنه او زبده، ويا سلام بقى لو انت عندك ليا بقى في العيد بقى ولا حاجه. ومعايا هنا التومه، حوالي 3 فصوص من التوم وسط مفرومين، هفضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا اللون معايا يبقوا مصفرين بس. ده شكلها معايا. هنزل عليها بالبامية، معايا هنا البامية متفرزة، هقلب فيها كده. ده شكلها. في الخطوة دي بقى هجيب نص ليمونة هعصرها عشان المزلقة بتاعت البامية، بتقلل كتير قوي من المزلقة ما بين يعني بتخلي البامية شكلها حلو. هنقلب بقى كده. في الخطوة دي بقى احنا كده يعني يعتبر احنا بنشوح البامية، بنخليها تستوي نص سوا. طبعا لو انتي عارفاها تمام، لو انتي مش عارفاها طبعا هتخلي طعم البامية يعني طعمها جميل ونكهته حلوة. معايا هنا معلقة من السبع بهارات ومعلقة من الكزبرة ورشة الفلفل الأسمر. هقلب بقى كله في بعضه، بينكه البامية وبيبقى طعمها جميل قوي. شايفين شكل البامية معايا؟ شكلها هي متشوحة. خدتها حطيتها في طبق خارجي، وهي نفس الحلة، مش هنعمل بقى مواعين. خدت هنا حبة من الزيت، معايا هنا بصلاية مبشورة او مفرومة. هنقلب بقى البصلاية لحد ما تاخد اللون معايا، خلوها تبقى يعني لونها محمر شوية. اهو ده شكلها، ده اللون اللي انا محتاجاه. هنزل عليها بالصلصة. حلوة قوي. ويا ريت يا جماعة خطوة البصلة دي بتدي طعم للصلصة حلوة قوي كمان. هنقلب كويس. في الخطوة دي بقى احط رشة من الفلفل الاسمر وطبعا الملح حسب الرغبة. هنقلب. هنا بقى احط معلقة من البابريكا، بتدي لون للصلصة. هي عامة ملهاش طعم بس بتدي لون، بتخلي طعم يعني بتخلي لون الصلصة احمر ولو شكلها حلو. شايفين؟ ده شكل الطماطم معايا بعد ما اتسبكت. هجيب بقى البامية معايا، هنزل عليها في الطماطم. هقلب بقى شوية. هنا زودتها، لو انتي عندك شوربة تمام قوي، لو انتي ما عندكيش تقدري تحطي مية ومكعب من الماجي تديها النكهة بتاعت الشوربة. هنقلب بقى كويس. هنسيبها بقى تاخد الغلوتين، هي كده كده تعتبر مستوية نص سوا. شايفين ده شكلها بعد ما استوت؟ الحباية بحبايتها، مش مهرية. احنا لسه مخلصناش، هنعمل خطوة اخيرة تخليها طعمها حلو قوي. معايا هنا معلقة من الزبدة مع معلقة من الكزبرة مع 3 فصوص من الثوم مفرومين. هنولع عليهم ونقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كأننا بنعمل بالظبط طشة الملوخية. بجد هتخلي طعم وريحة البامية حلوة جدا. هنقلب فيها لحد ما تاخد معايا اللون زي الملوخية بالظبط. ده شكلها معايا. هبدأ بقى انزل بيها على البامية بتاعتي. دوقي بقى احلى بامية كلتيها في حياتك، حلوة جدا. هنقلب كله مع بعض وهبدأ بقى اقدم الطبق بتاعي. شايفين البامية مش مهرية معايا ومستوية استوى كويس جدا. ده شكل الطبق بتاعي، حلو قوي. يعني الواحد ريقه جري. حلوة قوي وكان طعمها جميل جدا. الف هنا، واشوفكم في فيديو جديد. يا ريت تجربوه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.